مساء الخير يا جماعة. في كلام مهم جدا بخصوص فيلم الست عايز اتكلم فيه، يعني لو حد مهتم وعايز يسمع فبتنساش تعمل لي لايك للحلقة، ولو عايز تشوفني تاني تعمل سبسكرايب. المهم الفيلم اول ما نزل انا في اول يوم على طول رحت اتفرجت على الفيلم. كنت متحمس جدا اشوف التجربة دي، فكان عندي سؤال قبل الفيلم، سألت نفسي كده: احمد مراد ومروان حامد هيعملوا ايه مختلف لسه ما حدش قدمه؟ طبعا كلنا احنا عارفين ان الست ام كلثوم اتعمل لها كذا عمل، مسلسل واتعمل ليها فيلم اسمه كوكب الشرق. فايه الحاجه الجديده اللي هيقدمها مروان حامد واحمد مراد لسه ما حدش قدمها؟ ايه الحاجه المختلفه عندهم؟ فكان عندي فضول جدا اعرف، فده اللي خلاني ادخل الفيلم في اول يوم كده واتفرج. فبصراحه بعد مشاهدتي للفيلم لقيت الاجابه ان احمد مراد ومروان حامد اتكلموا على جانب محدش اتكلم فيه قبل كده عن الست ام كلثوم، محدش تطرق ليه قبل كده. الفيلم تناول جانب من شخصية ام كلثوم على المستوى الانساني، على علاقتها بوالدها الشيخ البلتاجي وعائلتها، وكمان اتكلم عن المرض واتكلم عن الحب واتكلم عن الفقد في حياة ام كلثوم، واتكلم عن الوحدة اللي كان في فترة من فترات حياتها بتعاني منها. الفيلم ده ركز على كل الجوانب دي، يمكن الفيلم ما تعمقش قوي في التفاصيل دي. بصراحة الفيلم عامة انا استمتعت بيه جدا بكل عناصر الفيلم. مروان حامد بصراحه عمل شغل جبار في الفيلم ده، من اول بقى الكادرات، زوايا التصوير، حركه الكاميرا، الالوان، استخدام الابيض واسود في الفيلم عشان يحسس المشاهد بالواقعيه شويه ويخلي الموضوع ملموس اكتر ومتصدق. بصراحه انا استمتعت جدا بالفيلم ده بكل العناصر بتاعته، المونتاج، الاضاءه، الديكور، كل حاجه بصراحه كانت بيرفكت جدا. كل حاجه انا استمتعت بيها. مروان حامد عامل شغل جبار بصراحة، وده يدل عن ان ده افضل مخرج مصري في الفترة الحالية. بالنسبة لي مروان حامد اهم مخرج مصري حاليا في السينما. الراجل ده مش بيعمل عمل كده وخلاص، لا، حاجة بيحط فيها كل مجهوده عشان يطلعها، بيطلع زي ما يقولوا تحفة فنية. تجربتي على مدار الساعتين ونص انا استمتعت وشفت سينما حقيقية، وشفت حاجة بتتقدم ملموسة وفيها صدق، حاجة كده فيها مشاعر، مش بلاستيك ولا فيك، لا، كل حاجة كانت معمولة حلو جدا في الفيلم. وكمان مروان حامد استخدم لقطات حقيقية لأم كلثوم ودمجها مع مشاهد في الفيلم عشان يدخل المشاهد في الحدوتة، ويخلي الموضوع ملموس ومتصدق أكتر، وما تحسش أبدا إن منى زكي دي مش هي أم كلثوم. كمان اللقطات السريعة، أنت ممكن تشوف مشهد في الفيلم ده، مشهد واحد بس بكذا لقطة وكذا كادر عشان يبين ويبرز جمال المشهد. والمتعه البصريه كانت حاجه حلوه جدا كمان، والساوند تراك بتاع الفيلم كان خطير بصراحه، وانا استمتعت بكل العناصر دي. طبعا الهجوم اللي قابله صناع الفيلم اول ما نزل التريلر الفيلم ظلم كبير جدا ان انت تحكم على حاجه قبل ما تتفرج عليها. طبعا الناس كلها هاجمت منى زكي على حته ان المكياج والشبه مش ام كلثوم خالص. في الحته دي هم عندهم حق بصراحه، واضح جدا ان مفيش اي تشابه شكليا بين ام كلثوم ومنى زكي، حتى بعد ما المكياج ما قربش اي حاجه. المكياج بالمناسبه كان كارثي في الفيلم بصراحه، وما قربش الشكل نهائيا بين ام كلثوم ومنى زكي. لكن نيجي بقى عن حته التجسيد هو المعيار الوحيد الثابت في الحكم على الشخصيه، هل فشلت او نجحت. بصراحه تجسيد منى زكي في الفيلم ده كان عبقري. انا حسيت بروح ام كلثوم، حسيت ان في ممثله جامده بتمثل وبتعرف تأدي الشخصيه كويس. ما حسيتش ابدا في اي لحظه من الفيلم ان منى زكي مش عارفه تعمل الشخصيه، ده بالعكس. بصراحه منى زكي أدت الدور كما يجب ان يكون، وده المعيار بالنسبه لي الوحيد اللي احكم بيه على الشخصيه ان هي نجحت او فشلت، بعيدا عن اي شكل. الشكل مهم جدا، بس ده مش المعيار الثابت. لا، المعيار الثابت هو تجسيد ممثله هيبقى عامل ازاي في الدور ده. وبصراحه منى زكي ابدعت في الدور وعملت الدور حلو جدا، وبصراحه عجبني. وكل حاجه في الفيلم بصراحه كانت ممتعه، وبغض النظر ان في مشاهد في الفيلم كان الحوار فيها ضعيف جدا ولا يرتقي مستوى الفيلم ومستوى الحدث. حسيت ان المشاهد دي كانت ممكن تبقى اقوى من كده كتابيا من احمد مراد. كمان عجبني المشهد الافتتاحي بتاع الفيلم، بصراحه كان عبقري جدا، وكان في كميه شغل معمول فيه ان ست ام كلثوم بتسافر باريس عشان تغني على مسرح الاولمبيك. بنشوف بقى ان الكاميرا بتبدا من تحت لفوق عشان تشوف الناس هي ورايحه المسرح تتفرج على ست ام كلثوم. المشهد ده اخراجيا كان عبقري وعجبني جدا بصراحه. يمكن في حد ممكن يختلف معايا ويقول لي يا عم لا، الفيلم مش حلو، او الفيلم ما عجبنيش ومنى زكي ما عملتش الدور كويس. في الاخر دي يبقى وجهات نظر، مش لازم كلنا نتفق في راي معين. ممكن حاجه عجبتني ممكن ما تعجبكاش، والعكس صحيح. فعامه الفيلم صراحه تجربه سينمائيه هتستمتع بيها، وبالنسبه لي ده واحد من افضل الاعمال السيره الذاتيه اللي اتكلمت عن الست ام كلثوم.
في رايي بالنسبه لي يعني اتكلم عن حاجه مهمه جدا في حياه الست ام كلثوم. يمكن انا واحد في العشرينات يعني ما اعرفش حاجات كتير عن الست ام كلثوم، ممكن الجيل الجديد ده كله ما يعرفش حاجات كتير عن الست ام كلثوم. فالفيلم ده بالنسبه لنا فرصه كويسه جدا ان احنا نتعرف على شخصيه اسطوريه زي ام كلثوم، واحده اثرت في المجتمع المصري بالاغاني بتاعتها وكانت على كل الاحداث موجوده. الفيلم ده فرصه كويسه جدا ان احنا نتعرف ونعرف اكتر عن الشخصيه الملهمه زي ام كلثوم. وكل الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم حتى ضيوف الشرف اللي ظهروا في الفيلم ما تحسش ابدا ان ادوارهم مقحمه، لا كل مشهد ظهر فيه النجم ده كان لغرض معين وكان بيخدم حاجه معينه في المشهد. زي كريم عبد العزيز اللي قام بدور شريف صبري خال الملك فاروق، وكمان نيلي الكريم ام الملك فاروق، ولا عمرو سعد بشخصيه جمال عبد الناصر، واحمد حلمي. حسيت كل النجوم اللي ظهروا دول ادوا اضافه قويه جدا للفيلم ده. كمان في حاجه مش عايز انساها يعني محمد فراج في دور الشاعر احمد رامي كان عبقري الصراحه، عمل الدور حلو جدا. المشاهد اللي جمعت بينه وبين منى زكي شخصيه ام كلثوم كانت عبقريه جدا، وقصه الحب اللي كانت ما بينهم كنت متحمس جدا اشوف الحكايه دي بصراحه. وكمان دور سيد رجب في شخصيه الشيخ البلتاجي ابو ام كلثوم بصراحه عمل الدور حلو جدا. ولو لسه حد ما اتفرجش على الفيلم ده ومتردد يدخل الفيلم ده، انا على ضمانتي الفيلم حلو جدا وبصراحه هتستمتع بكل حاجه في الفيلم. العناصر البصريه، الموسيقى التصويريه من هشام نزيه كانت حلوه جدا بصراحه. وعجبني كمان توظيف الاغاني بتاع ام كلثوم في المشاهد المعينه دي عشان تخدم المشهد وتطلع المشهد كويس. كان الاغاني بتاعت ام كلثوم متوزعه صح في الفيلم، مش هتبقى طول الفيلم اغاني ام كلثوم، لكن هتبقى في بعض المشاهد شغاله كده عشان توصل احساس للمشاهد بالمشهد ده. مروان حامد ابدع في الفيلم ده. ويبقى في الاخر ده مجرد راي شخصي يعني، فقط يعني مجرد راي يعني. انا بصراحه حبيت الفيلم جدا واستمتعت جدا بالساعتين ونص على مدار الفيلم. وتقييمي الفيلم الست هو 8.5/10. لو عجبك المحتوى بتاعي وعايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل لي سبسكرايب، كمان ما تنساش تعمل لايك للحلقه دي عشان توصل لعدد اكبر ممكن. واشوفكم على خير، سلام.